اهلا بيكم مرة تالتة. لو ما شفتش الجزء الاول والتاني من داروينز جيم هتنزل تحت في الديسكريبشن تلاقيهم. ويلا بينا نبدأ. الايام بتمر والعالم افتكر ان مطاردة الكنز في لعبة داروين كانت هجوم ارهابي. في نفس الوقت سوي وشوكا كانوا بيستمتعوا في حمام عام وبيتكلموا في حاجات مختلفة. المشهد اتغير لمستشفى وحد قرب من بنت هيراجي وشرح لها انها تاخد فلوس التأمين لو ابوها مات، وده كسر قلبها. سوزونا اترددت بس في النهاية جريت برا واتخبطت في رين كلمتها واقترحت عليها انها تقبل الشيك. في الايام اللي بعدها كلان كانامي اتلم في نادي الملاكمة. دانجو وكيتشي نجح يعالج ريوجي، وكانامي كان بيتدرب من المدربين. ماستر دانجو قال انه عايز يعمل تحالف مع كلان كانامي اللي سموا نفسهم غربان الغروب بسبب عددهم القليل وانهم عايزين يتعاونوا. في وسط الكلام دانجو قدم تحدي لكانامي، لازم يثبت قوته انه يهزم في قتال. دانجو قال ان الناس هتدفع عشان تشوف المواجهة دي، وان جمهور عادي مش هيكفي بسبب شهرته الكبيرة. المواجهة بين دانجو وكانامي بدأت، وإنوكاي كان الحكم بينما رين وريوجي بيتفرجوا من المدرجات. الماتش كان سخن مولع، ودانجو بسرعة فك المسدس اللي كانامي لسه مديهوله في ايده، بينما كان بيمدح ردود فعل كانامي السريعة. كانامي من غير ما يتردد خلق كام قنبلة وتفادى هجمات دانجو بمهارة، وبعدين استخدم حاجز مؤقت عشان يصد الهجمات التانية. كانامي رد بمسدسه بس دانجو رد برمي صخرة ضخمة ناحيته، وده خلى كانامي يتزنق. لكن كانامي بخبث ودهاء جذب دانجو عشان يقرب وفجر فلاش أعماه، وده خلى دانجو يفعل السجل بتاعه اللي حول جسمه لشكل زي الحديد وبقى تقريبا ايرون مان. مع الوقت دانجو اعترف بقوة كانامي وعرض عليه وعلى غربان الغروب تحالف، وفجأة شخصية غامضة لابسة قناع دخلت بشكل درامي وكانت مبهورة بإنجازات كانامي. الشخصية دي كشفت عن نفسها وكانت ليو شولين اللي في المركز الأول في ذا جيم، وبيفتكر إنها من سلالة طويلة من القتلة المهرة. وفي مكان تاني شوكا سمعت إن كانامي اتخطف وسألت على طول عن الموضوع ده، واكتشفت إن ليو أخدته أثناء رحلتهم في العربية. ليو كلمت كانامي وعرفت إمكانياته الكامنة وشافته الشريك المثالي عشان ينشروا مهاراتهم للأجيال الجاية. في نظرها قدرة كانامي على التكيف بتخليه مناسب لمتطلبات الحرب، وشبهته بمايسترو في مسرح المعركة. وفي لحظة حميمية ناقشت ازاي المسار اللي اختاروه هيوعد بمستقبل أحسن للأجيال اللي جاية. لكن فجأة خادم ليو المخلص قاطعهم وقال إن في أعداء مجهولين بيطاردوهم. شوكا مع رين وريوجي وسوي انطلقوا يطاردوا عربية ليو. في تطور غير متوقع ليو كلمت شوكا وحاولت تقنعها تتخلى عن المطاردة، وكانامي زي عوايده اقترح تحدي جديد. لو ليو قدرت تهرب من غربان الغروب من غير ما تستخدم وسائل قتال هيخلص ولاؤه ليها كتابع. المواجهة فعلا بدأت وشوكا هجمت بشجاعة من فوق سقف العربية، وده بدأ قتال قوي على السطح. ليو مقيدة بوعدها انها ما تأذيش حد. واجهت تحدي صعب، شوكا استغلت القيد ده وتفادت هجمات ليو المحسوبة بمهارة. ليو كانت بتقاتل أعدائها بشجاعة بس الظروف كانت ضدها. الخلاص جالها من كانامي اللي تدخل برمي قانونات ناحية شوكا. شوكا استخدمت سلاسلها ببراعة عشان توجه القانونات دي ناحية عربية ليو، ومع مساعدة سوي جمدوا المحتويات في مكانها وده شل العربية. ورغم ان ليو قالت انهم ما تهزموش بشكل نهائي، الخادم بتاعها اعترف بعجزهم عن مواصلة المطاردة. وفي النهاية ليو اعترفت بهزيمتها وعبرت عن رغبتها القوية انها تنضم لكلان غربان الغروب. ورغم تحفظات اعضاء الكلان في الاول كانامي وافق على العرض، بس حذرها انها لو فكرت تخونه هيبدأ بيها هو، وانه ممكن يسامحها بس اي اذى يحصل للتانيين هيبقى لا يغتفر. رين قابلت صديقتها كاتوري اللي شرحت ان الكلان الثامن بقى نشيط وبيخطط للانتقام من ساعة اخر مواجهة مع كانامي، وقالت لها ان عددهم قليل من بعد حادثة فندق شيبويا. رين عرفت ان هيراجي هو اللي خلى ده كله يحصل، واكتشفت ان سيج يمكن فعلا يكون مات في الانهيار.
ورين مشيت، بس كاتوري عايزاها تعمل طريقة تخليها تنضم لغربان الغروب هي كمان. رين مشيت وفكرت ان الهجوم على الكلان التامن دلوقتي هيبقى احسن عشان هم ضعفاء، وفي نفس الوقت الكلان التامن كان خلاص خطط لانتقامهم الجديد. خطفوا زميل كانامي في المدرسة شينزوكا وعذبوه عشان يجذبوا كانامي لمخزن قديم. قطعوا صوابعه وده خلى كانامي يتجنن من الغضب، كان غاضب وعايز يأذي وانج بأي طريقة. فرين وصلت وقالت لهم ان عندها المعلومات ودلوقتي لازم ينفذوا المهمة بأسرع وقت. كانامي في قمة غضب انطلق على طول عشان يحرر صاحبه، وبدعم من غربان الغروب وإينوكاي شينوزوكا على الأرض بينزف، بينما وانج مستني قبل ما الكلان يوصل للمخزن. كان في قوة شرطة كبيرة موجودة، بس الكلان التامن ذبح القوة كلها من غير أي مجهود يذكر. كيتشي فجر راس الضباط، بينما وانج قال لهم إنهم لازم يروحوا للمقر الجاي. وانج قتل كام ضابط كمان، وشوكا رمت موبايلها ناحية شينوزوكا، وهو كان مبسوط لما سمع كانامي اللي قال إن لازم يكبس على لعبة داروين عشان يتنقذ، وفعلا عمل كده. وفي اللحظة دي شينوزوكا اتعض من نفس التعبان واخد سيجل قوي قادر يتحكم في المنطقة اللي حواليه. رمى أعضاء الكلان التامن بعيد، ولما غربان الغروب وصلوا بدوا على طول يقاتلوا الكلان التامن. سوي ورين اتحدوا المهاجمين، وإينوكاي قاتل المقاتل كينشي. إينوكاي واجه كيتشي اللي عارف انه خصم قوي. إينوكاي كشف عن السجل بتاعه اللي بيخليه يتحرك بسرعة كبيرة، وفي نفس الوقت ده رين وسوي اشتغلوا مع بعض. سوي استخدمت قوتها ومسكت المهاجمين بمية بحر، وسودا جمدهم. كانامي وريوجي دخلوا المخزن. كانامي سأل عن صاحبه، بس وانج قال انه عايز يخليه يقع في اليأس. وانج قال ان كانامي جنب صاحبه في الصندوق المليان دم. وانج ضحك في يأس وقال ان في ناس بريئة زي كانامي ملهمش لازمة. ولما كانامي عرف ان شينزوكا اتقتل كل حاجة اتغيرت جوه. دلوقتي مع هامادا كيودا وشينوزاكي 3 من اقرب صحابه في المدرسة اتقتلوا في اللعبة دي، وده كسر مبادئه العليا انه ما يأذيش حد من غير داعي، وقرر ان مفيش حل تاني غير انه يقتل الكلان التامن كله. فعلى طول ضرب واحد من اعضاء الكلان التامن وهو غضبان. كانامي كان في قمة غضبه وضرب عضو بسهولة، وكلم رين وقال لها انه ما قدرش ينقذ شينوزوكا عشان اتأخر في اتخاذ القرار الصح. بس رين قالت له ان ده مش غلطته عشان ما كانش عارف ايه اللي هيحصل. بعدين مشي وضرب عضو تاني وقال انه في الاول كان هيبقى اكتر رحمة، بس دلوقتي بما ان صاحبه مات فكر في القرار ده. كانامي افتكر كل الناس اللي قتلهم وازاي مش كلهم كانوا قتلة، بس لعبة داروين خلتهم قتلة. ريوجي سأل كانامي لو فكر في ده كويس ولو فعلا يقدر يعمله. كانامي قال انه كان غلطان قبل كده ودلوقتي كل حاجة بقت واضحة. قال كده وبدأ معركة شرسة مع كلان وانج، بس في اللحظة دي كل رجالته كانوا ماتوا. كانامي ما كانش عايز يضيع ثانية. وانج اتعصب واتنقل نفسه لكانامي، بس كانامي كان متوقع ده. وفي اللحظة دي شوكا غرزت واحدة من سلاسلها في كتفه. كانامي طلب من شوكا تخلص على الباقي، فشوكا مسكت وانج وبدأوا يقاتلوا بعض. إينوكاي قتل كيتشي بسرعته وعمل سراب، بس لكمات كيتشي اتخلصت منهم. كم عضو من الكلان التامن وصلوا بمسدساته وفكروا انهم هيكسبوا عشان عددهم اكتر، بس ريوجي قال لكانامي يستخبى عشان معهوش جاكيت ضد الرصاص. بس كانامي جري بسهولة وقتل الرجالة اللي قدامه. حتى ريوجي نفسه اتفاجئ ان كانامي بقى جامد فشخ كده وقدر يخلص على كل الناس دي بسهولة، وقال انه خلاص كده اتجنن. واحد من اعضاء الكلان التامن فكر ان كانامي خلص على 10 رجالة بسهولة وانه قبل كده ما كانش هيقتل حد، فحاول يجري بس ريوجي قتله هو كمان. كانامي بعد كده قال ان قتل وانج هو هدفهم النهائي. وانج دخل المخزن ونادى على شوكا وحاول يخدعها وسخر منها وقال انها مش الملكة اللي ما بتتهزمش عشان كانامي هزمها. فشوكا قالت له ان كانامي مميز وان كانامي هو حب حياتها وانه هزمها وهو مبتدئ، وده يوضح قد ايه هو موهوب. وانج ضحك وجري ناحيتها بينما شوكا رمت سلاسلها عليه. وانج كسر السلاسل بسهولة وقال ان السيجل بتاعها ضعيف، بس شوكا ابتسمت. وفجأة وانج وقع وشاف ان شوكا بطريقة ما
قطعت رجليه، فوانج صرخ من الألم. وانج وقع على الأرض وحاول يوقف النزيف. فكر إن السجل بتاعه اللي اسمه بعلزبول هيخليه يتنقل قريب من شوكا ويضربها من فوق، بس وهو إيده اتقطعت كمان، وده خلاه يحس بألم أكبر. وانج ما كانش قادر يفهم إزاي هي عملت ده رغم إنها بعيدة، لكن شوكا ضحكت وقالت إنها لو عايزة هتقدر وتقدر تقطع باقي أطرافه كمان بسهولة. وريته إنها كمان رابطة المكان ده كله بسلك من قبل كده، وإن السجل بتاعها اللي اسمه ملكة الأشواك بيخليها تتحكم في أي سلسلة أو خيط. بعد كده شوكا ربطته زي اللعبة. وانج ما كانش عارف يعمل إيه، وقال إنه لازم يهرب. فكر إن المخزن لازم يكون فيه أسلاك كمان وما يقدرش يتنقل في أي حتة. كحل أخير استخدم قوة السجل عشان يبدل مكانه هو وشوكا، وفكر إنه كسب، بس شوكا ضحكت وهي بتقطع طرف تاني منه وقالت له إنها توقعت ده. وانج ساعتها فكر إنها بتغش، وحتى صرخ على اللي عمله اللعبة. حاول يجري ويسحب بعيد، وشوكا كانت هتقتله في آخر فرصة للهروب. وانج اتنقل للسما وكان هيقع، بس استخدم آخر قوته عشان ينقذ نفسه من إنه يطعن. حس انه بامان على الارض، بس كانامي وريوجي كانوا خلاص واقفين قدامه وموجهين اسلحتهم ناحيته. وانج كان خايف جدا وقال انه مستسلم، وده خلى غربان الغروب يكسبه. بس كانامي ما كانش خلص، وحتى بعد ما اخد النقاط قال ان الفلوس دي مش كفاية، وان وانج اخد منه حاجات كتير والفلوس البسيطة دي مش هتعوضه. كانامي كشف لوانج عن الامتياز اللي خده. هو لاعب كبير راهن بكل حاجة في المعركة ضد الكلان الثامن. دلوقتي ده يعني ان نقاط الكلان الثامن اتنقلت لحساب غربان الغروب، والخصوم كده خسروا اللعبة. اينوكاي لاحظ ان كيتشي بدأ يترحل عشان فريقه خسر. شوكا وصلت لكانامي وشافته واقف فوق وانج وهم خسروا. وانج كان بيترحل قطعة قطعة وهو بيصرخ طالب للمساعدة عشان عمره ما داق الهزيمة، وقال انه كان المفروض يبقى ملك. وفكر في كلانه وازاي كان عايز يبهرهم كلهم، وافتكر بمحاضرة رين عن ملك السم وازاي الباقي كلهم حشرات. بعدين شاف كانامي كملك السم وقال له يبقى جاهز عشان حشرات زيه هتفضل تيجي، وهو راسه بس اللي فضلت ضحك زي المهجون. كانامي ضرب راسه وفي عينيه كان وداع الأخير. وبرغم انهم كسبوا، كانامي فكر انه لسه خسر صاحبه. ريوجي قال له انهم فعلا هزموا عدوهم، لكن كانامي قال لهم ان قتل اي حد غلط بشكل عام، وقرر انه هينهي لعبة داروين بانه يتأكد انه يقتل سيد اللعبة. المعركة ضد الكلان الثامن خلصت، بس كانامي اقسم انه هينتقم من اسياد اللعبة، واقسم انه هينهي اللعبة دي مرة واحدة والى الابد. الكلام بتاعه كله وافق انه يدعمه في المجهود ده. كلهم وافقوا وقالوا ان الكلان ده عيلة ودي عيلتهم، وهيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يكسبوا الحرب. على الصعيد الاخر سيد اللعبة كان مبسوط جدا باللي بيحصل. كلم ابارو اللي سمع عن كلامي كمان وقال له ما يتدخلش. سيد اللعبة قال ان اللعبة بتتغير لوحدها، وان كلامي اتولد عشان يتحدى وانج، وده حمس ابارو وخلاه عايز يقابل كنامي. بس سيد اللعبة قال ان اللعبة على وشك انها تتنقل للمستوى الجاي، وابارو عنده دور مهم يلعبوا فيها. في نفس الوقت ده غربان الغروب كانوا بيتأكدوا ان الحاجات تفضل هادية جوه اللعبة. وقفوا الناس من انهم يعملوا جروبات خاصة بيهم، ومنعوا الخناقات اللي ممكن تأذي الناس. شوكا حاولت توقف الناس كمان بس راحت للنهاية وأذتهم. كانامي كلم حد وقال انهم لازم يخلوا الكل يعرف ان غربان الغروب دلوقتي بيسيطروا على ذا جيم. من الناحية التانية كاتوري قرأت تعليقات عن ازاي كانامي بقى قوي وازاي بيعمل قواعد جديدة في اللعبة. غربان الغروب المتعطشين للدم سيطروا على منطقة شوبويا كلها واعلنوها منطقة خالية من ذا جيم، وبيتأكدوا انهم هيهزموا اللعبة مرة والى الابد. وهنا بنكون وصلنا لنهاية انمي داروين ذا جيم. يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناة لو الفيديو عجبك، واحب اقول لكم ان دي كانت نهاية الجزء الاول من الانمي، واوعدكم ان لو نزل اجزاء جديدة هنكون اول ناس تلخص الانمي.